واحده من احدث الساعات اللي نزلت في براند هاينو تيكو. طبعا كنا عارفين براند هاينو تيكو بيعمل ساعات كوبي، ومن اقوى البراندات اللي بتعمل ساعات كوبي. طبعا الجي تي 5 ماكس هي بديل قوي جدا لهواوي جي تي 5. طبعا بتيجي بثلاثه ستراب، وزي ما احنا عارفين هنا كاتب لك كل الامكانيات بتاعتها. فخلينا مع بعض نفتح البوكس كده ونسمي الله. اول ما بنفتح البوكس بيقابلنا اربع حاجات. اولا الساعه بالتصميم والشكل ده. بعد كده عندك ثلاثه ستراب بقى جي تي 5 برو المشهور اللي بقى بينزل مع كل الساعات الحديثه من هاينو تيكو. معدن طبعا خامته كويسه جدا، وستراب جلد طبيعي برضو خامته كويسه جدا جدا جدا، وستراب اسود رابر عليه خيط كده تحس ان هو جلد، ولكن شكله برضو محترم جدا. اول مره اشوفه في ساعات هاينو تيكو. وطبعا لو رفعنا القطعه دي هنلاقي الشحن الوايرلس وشهاده الضمان والكتالوج بتاع البرنامج. الساعه بتيجي يا جماعه بالشكل القوي جدا ده. طبعا اشهر استراب الناس كلها بتحبه هو الاستراب المعدن، بتيجي بالشكل القوي اللي انتم شايفينه ده. طبعا هي شبه الجي تي 5 بالظبط يا جماعه، شبه هو جي تي 5 بالظبط. عندك هنا السكرول طبعا، وعندك هنا زرار تحت السكرول. الناحيه الثانيه عندك السبيكر، الظهر اربع مسامير، الحساسات، خامات محترمه جدا. وكعاده هاينو تيكو في الفتره الاخيره مهتمه بموضوع الخامات جدا جدا. الساعه كمان عايز اقول لك ان هي ضد الميه، طبعا الاستخدام الخفيف، بلاش سباحه وبلاش ميه سخنه وبلاش ميه مالحه. خلينا بس كده في غسيل الايد، الشتاء، الحاجات الخفيفه يعني الجيم، الحاجات الخفيفه دي، ولكن بلاش ضغط الميه او مباشر تحت ضغط الميه. الساعه جايه بشاشه اتش دي اي بي اس، عليها طبقه حمايه قويه جدا، الوان مميزه وتاتش سريع جدا، جايه بشويه خلفيات حلوين قوي. يعني كل دي خلفيات موجوده في الساعه، شويه خلفيات محترمين جدا بصراحه. والوان الساعه زي ما انتم شايفين كده حلوه، وده نص السطوع بتاعها. وعايز اقول لك كمان ان التاتش سريع جدا جدا. كعاده هاينو تيكو بقى احنا اتعودنا على الحاجات دي. انا بعمل لك فيديو في السريع اوضح لك اهم المميزات الموجوده في الساعه، ولكن هي ساعه هاينو تيكو بتشتغل على الاتش دي فيت برو زيها زي كل ساعات هاينو تيكو. خلينا مع بعض بقى نقول ملحوظه مهمه. الملحوظه المهمه ان عندك اللغه العربيه في الساعه. لو احنا قلبنا كده بص، اللغه العربيه مقلوبه، جايه مقلوبه. ولكن الساعه دي نزل لها تحديث. لو فاكرين الاسبوع اللي فات كنا عملنا فيديو عن الجي تي 5 وكانت نفس المشكله لما حدثناها راجع الكلام العربي. وخلينا بقى نروح نحدث الساعه ونرجع لكم تاني. وزي ما احنا شايفين بعد الساعه ما خلصت تحديث اللغه العربيه اتظبطت، مفيش اي مشكله خالص. والساعه يا جماعه زيها زي كل موديلات هاينو تيكو، لما بتسحب من فوق كده بيجيب لك شورت منيو فيها كل الحاجات زي الان اف سي، زي تنظيف الميه، زي الضبط والمسح البرنامج، البلوتوث، ودي طبعا لازم تكون متفعله عشان المكالمات. ولما تخش كده من السكرول بيجيب لك هنا بقى كل الابلكيشنز اللي على الساعه. طبعا بتدعم التمارين الرياضيه، كل التمارين الرياضيه، وعندك سجل نشاطات. الساعه بتدعم المكالمات، تقدر ترن منها على اي رقم وتحط عليها جهات اتصال، وبتصل لك كمان الاشعارات، هنشوف لغه الاشعارات دلوقتي. وبتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل، وفيها كل الاوضاع الطبيه زي تشبع الاكسجين، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، دهون الدم، تمام، درجه الحراره، وضع النوم. كل الحاجات يا جماعه الموجوده في اي ساعه موجوده. ولكن هنا عندك حاجات زياده زي منبه الصلاه، دي تقدر تظبط الفجر زي ما بقول لك، الظهر تظبط بقى يدوي، بس بتظبط يدوي ملهاش علاقه بالموبايل خالص، بتظبطها يدوي من هنا من الساعه. وعندك حاجه زي سبحه هنا تقدر تسبح ربنا بالشكل اللي انت شايفه ده، سبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله. بعد كده عندك الاعدادات اللي بتقدر تظبط منها كل الحاجات زي السطوع، زي وضع الاولوز اون سبلاي، وعندك كمان البوصله، وعندك كمان الملاحه اللي هي الجي بي اس. واللغه العربيه في الساعه كويسه ومقروءه. ولما بتسحب من تحت كده بيجيب لك الاشعارات بالشكل ده، وزي ما انت شايف دي اللغه في الاشعارات، بتجيب لك عدد كلمات مش كبير، ولكن اللغه العربيه مدعومه في الاشعارات مش متقطعه. بيجيب لك كمان الاشعار ده من الواتساب والوقت بتاع الاشعار. وزي ما قلت لك الساعه بتدعم الاتصالات. عندك هنا لو دخلنا على التليفون دي هتلاقي جهات اتصال، تقدر تضيف هنا 20 اسم تقدر تستخدمهم في الفيفوريت. وعندك سجل المكالمات اللي عملناها من الساعه. وعندك كمان طلب هاتفي، تقدر ترن على اي رقم من القائمه دي. عندك كمان الساعه فيها خاصيه اللايف فوتو، لما تيجي تصور من هنا صوره، يعني انت تشغل الموبايل على الكاميرا وتدوس هنا تلقط صوره مفيش مشكله خالص. ولكن طبعا هي مش شغاله بكفاءه قوي، يعني زي ما انتم شايفين بتقطع شويه، وده طبيعي في الفئه دي. صوت عالي في المكالمات، بتتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل، تتحكم في الفيديوهات اللي على الموبايل. عندك كمان البطاريه كويسه، بتقعد معاك مش اقل من يومين في الاستخدام الطبيعي او الاستخدام البسيط. ساعه زيها زي كل ساعات هاينو تيكو اللي نزلت السنه دي بنفس النمط بنفس البرنامج. ولكن هنا زياده عن الجي تي 5 موضوع السبحه، وموضوع كمان موقيت الصلاه. ساعه لطيفه شكلها حلو، رايي فيها يعني زي رأيي في كل ساعات هاينو تيكو الكوبي، ان هي بتعتمد اكتر على الخامات والشكل. لو انت عايز ساعه زي هواوي وشكلها حلو في ايدك مثلا، هتجيب الساعه دي بدل ما تجيب هواوي من 15000 جنيه، هتجيب دي باقل من 2000 جنيه، وهتبقى تديك نفس الاوبشنات، تشوف الاشعارات عليها، ولكن مش بنفس طبعا امكانيات الاصليه يا جماعه. ودي حاجه مهمه جدا، ما تفكرش ان انت تاخد ساعه السبيكس فيها او الامكانيات فيها جامده، يعني مش تاخد خط عربي بقى عريض ومقروء
وتنزل بقى وتقرا الرساله كلها، مش هتاخد بقى شاشه سوبر اموليد طبعا، مفيش الحاجات دي. الحاجات دي مش موجوده في الساعات الكوبي، ولكن هي بالنسبه للفئه السعريه ممتازه جدا ومعتمده اكتر على الشكل. والموضوع ده مهم جدا ولازم تفهمه وانت بتشتري اي ساعه كوبي. وان شاء الله هعمل لك فيديو مقارنه بينها وبين الجي تي 5 لانهم احدث ساعتين نازلين من هاينو تيكو ومطلوبين جدا في السوق. انا كده خلصت الفيديو، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش تعمل تعليق عشان برضه هنختار شخص من التعليقات نكسبه هديه ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.